أخبار الدار. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه دشن الأربعاء ميناء خليفة في أبو ظبي بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما شهد التدشين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. بحفاوة وترحيب كبيرين استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عند وصوله إلى موقع الحفل، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للدولة. ثم شهد سموه بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فقرات متنوعة لتحين لحظة التدشين. ويتفضل صاحب السمو رئيس الدولة بإدارة عجلة التحكم التي هي عبارة عن نموذج لدفة سفينة البوم كتب عليها ميناء خليفة 12/12/2012 إذانا بالافتتاح الرسمي للميناء، ليكشف الستار بعدها عن ميناء خليفة الصرح الاقتصادي العملاق الذي تم إنجازه في وقت قياسي لينضم إلى منظومة الموانئ البحرية المتطورة في دولة الإمارات ويعزز دورها المهم. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أعرب عن اعتزازه بإقامة المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتعزز اقتصاد الدولة الوطني، مشيرا سموه إلى أن تدشين الميناء سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها والاستفادة من الخبرات العالمية. وأكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة، خاصة ميناء خليفة لاستكمال مراحل بنائه ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط، وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية من خلال الاستفادة من موقعه وموقع دولة الإمارات الاستراتيجي. وأوضح صاحب السمو رئيس الدولة أن افتتاح هذا الصرح الضخم يعزز من التوجهات نحو استكمال رؤية أبو ظبي 2030 بخطوات واثقة، وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات بوتيرة عالية، بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية هامة. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي. لأخبار الدار، سهام شريف.